إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. معكم اليوم سعد عطية. يا ليل ويحك، يا ليل ويحك، إن صبحك قد سفر، فالجأ لذمة فرعه أوفى المفر. أوما رأيت النجم خال ظهيرة، فطوى سجلا للكتاب قد انتشر، وتلاعبت خيل النسيم تباشرا، إذ فر جيش الدجن والفجر انتصر. وجلت قيان الزهر أوجه حسنها، لما غدت كالزهر واضحة الغرر، وتبرجت غيد القيان وقد رأت وجه الرياض يلوح من خلل الشجر، وافتر ثغر رياضها متعجبا، إذ كللته يد السحائب بالدرر، ورقى خطيب الطير من برأيكه، فتلا على الأسماع آيات السور. وأظل والي الغيم لما أن رأى مقل الأزاهر زانها حسن الحور، فكأنما رنت الحدائق نحوه، فأكب يرجمها بحصباء المطر، وكأنما ذاك الحمام مؤقت قد هب من نوم فأذن في السحر، وكأنما تلك الزهور نواظر جال النعاس بها فأيقظها السمر، وكأنما تلك الرياض خريدة تبدي نواظرها السيوف لمن نظر، وكأنما وجه الصباح تألقت فيه الأمان البيض من بعد السهر، قد أشرقت وجه الحبيب يقودها لقلوب من هاموا كما طار الشرر. هي أغنيات للشجون وللشجا، قد لحن الحب الجميل المبتكر. يا أعين السحر التي ببهائها تلك الزهور غدت منازل للقمر، ينجاب عنها وجه صبح مشرق صب اللآلئ من نداه إذ انتشر. شعر شهاب الدين الخلوف. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. سعد عطية.